السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. أزمة راتب بالماضي تلقي بظلالها على المدربين الذين ترغب الفاف بالتعاقد معهم. كيروش يرفض المنتخب الوطني، وبيصيرو هو المرشح الأقوى لتولي خلافة الناخب الوطني الحالي والذي لم تفصل قضيته بعد بالماضي. كل هذه التفاصيل في هذا الفيديو، فهيا بنا. إذن وبسبب راتب بالماضي أي مدرب تتفاوض معه الفاف ستجد صعوبة في إقناعه براتب يساوي نصف ما يتقاضاه الناخب الوطني السابق. راتب يصير مع نيجيريا لا يتجاوز 65 ألف يورو، لكنه سيطالب بالضعف لأن بالماضي راتبه يفوق 208 ألف يورو رغم الفشل المتكرر مع الخضر. كيروش كان يتقاضى مع إيران حوالي 46 ألف يورو، مع مصر 65 ألف يورو، ومع هذا بعض المصادر تحدثت عن رفضه لعرض الفاف حوالي 140 ألف يورو. فلاديمير بيتكوفيتش كان يتقاضى حوالي 75 ألف يورو لما كان مدربا للمنتخب السويسري. إذن أزمة هذا الراتب المرتفع جدا قد حالت بين الفاف وبين المدربين الذين تريد التعاقد معهم. على كمثال عندنا بيسيرو، عندنا كيروش، وأيضا فلاديمير بيتكوفيتش. نلاحظ بأن رواتبهم مع أغلب المنتخبات لا تتجاوز 100 ألف يورو، لكن الآن أصبح كل المنتخبات تقريبا الرواتب نتاع المدربين تفوق 100 ألف، لكن المدربين هذو مع المنتخبات اللي كانوا فيها فرواتبهم لا تفوق 100 ألف، وبالتالي عند التفاوض معهم سيطالبون بنفس راتب بالماضي، وهذا الذي سوف يشكل عائقا للمفاوضات معهم. ننتقل معكم إلى خبر آخر وهو رفض كيروش للمنتخب الوطني. إذا نقلت إلينا صفحة مراكانا فوت المختصة في كرة القدم والذي يبلغ عدد متابعيه أكثر من 6 ملايين متابع التقرير الآتي: فشلت الفاف في التوصل إلى اتفاق مع كارلوس كيروش في عدة جوانب وسيتم إغلاق الملف بشكل نهائي. سيكون خوسي بيسيرو هو المرشح الجديد ليصبح مدرب المنتخب الوطني الجزائري، وقد كانت مطالب كارلوس كيروش مرتفعة للغاية. ونقلت إلينا أيضا مصادر أخرى منها موقع جول الخبر التالي. إذا وأضاف جول فرانس أن كارلوس كيروش لن يكون مدربا للمنتخب الوطني، وأضاف أيضا اليوم الأربعاء بأن البرتغالي كارلوس كيروش رفض عرض الجزائر لتدريب الخضر. كما أكدت المصدر بأن المفاوضات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب البرتغالي كيروش قد أغلقت نهائيا. يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتواجد منذ مدة في مفاوضات مع عدة مدربين لخلافة جمال بالماضي على رأس المنتخب الوطني. ويذكر بأنه أيضا الكثير من المصادر والكثير من الصحف والكثير من المواقع وكذلك الصحفيين نقلوا بأنه كارلوس كيروش قد تمت إقالته من تدريب المنتخب القطري بسبب إصابته بمرض الزهايمر، وذلك قبل 37 يوم من انطلاق كأس آسيا والتي فازت بها المنتخب القطري، وبقي في الأراضي القطرية بعد الفوز في النهائي على الأردن ب3 أهداف لهدف واحد. أيضا المرشح القادم وهو خوسي بيسيرو، حيث اعتبارا من الأول من مارس سيكون المدرب بيسيرو الحرية في التوقيع أينما يريد. لم يتفاوض الاتحاد النيجيري لكرة القدم في الوقت الحالي على عقد جديد مع البرتغالي، حيث تضغط الصحافة في نيجيريا على عدم الإبقاء عليه بسبب خياراته التكتيكية، خاصة في نهائي كأس الإفريقية ضد كوديفوار. إذن المدرب القادم بعد أن تفراها كي تفريها الاتحادية الجزائرية مع بالماضي، ونتحدثوا ونقولوا المدرب السابق، الآن المدرب الحالي يمكن أن يكون بيسيرو، لكن دائما وأبدا يبقى الجانب المالي ويبقى الراتب هو الذي سوف يكون الحديث عليه مطولا. هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو. السلام عليكم.